هاي يا حلوين، زي ما انتوا شايفين النهاردة شعري مش في احسن حالاته خالص. يلا مع بعض نستخدم منتجات بايورين. خليني اقول ان اللاين جميل جدا بصراحة، واللاين كله زيرو سلفات. خليني اقول ان الشامبو بصراحة من مكوناته كان زيت اللوز الحلو، زيت الجوجوبا، البنسينول، وكمان زيت شجرة الشاي. بس خليني اقول ان بعد الشامبو طبعا لازم نستخدم البلسم. وهنا دور البلسم، خلينا مع بعض كده نشوف القوام بتاعه. اولا هو قوامه مش تقيل ومش خفيف، يعني خلينا نقول متوسط شوية. وبرده من مكوناته زيت الجوجوبا، زيت الجرجير، زيت الصبار، زيت شجرة الشاي، وكمان في عسل وبنسينول. خليني اقول ان هو بصراحة فك شعري بكل سهولة، يعني بكمية صغيرة. بصوا الشعر اصلا بيتسلك تماما كأني مفيش اي تشابك في شعري. وعشان كده خطوة البلسم مهمة جدا. انا كده غسلت شعري، وهنيجي الخطوة الثالثة وهي خطوة الهير كريم. خلينا برضو مع بعض نشوف شكل القوام بتاعه. خليني اقول ان قوامه بصراحة بالنسبة لي تقيل جدا، هيكون حلو قوي للناس اللي بتفقد ترطيبها بسرعة. انا خدت كمية اقل شوية وابتديت اوزع على الشعر. خليني برضو اقول انه من مكونات الهير كريم انه في بنسينول، وفي برضو زيت الزيتون وزيت الجوجوبا، وكمان في فيتامين اي. يعني هنرطب شعرنا حلو جدا، وفي نفس الوقت بنديله شوية بروتين عشان هو كمان فيه زيت جنين القمح. يلا بينا نبتدي نوزع بطريقة صح، والشعر كله يكون شرب من الهير كريم. بصوا دي كانت النتيجة بصراحة، زي ما انتم شايفين شكل شعري بيلمع حلو جدا. يلا بينا نستخدم السيرم. السيرم بقى جميل جدا، ريحته تحفة قوي قوي قوي. خليني اقول ان هو من مكوناته زيت السمسم، زيت اللوز الحلو، كمان في زيت حبة البركة والجوجوبا. في زيوت كتير جدا، هم بصراحة عاملين معادلة حلوة قوي للزيوت في السيرم ده. وبصراحة يعني برشحه جدا لأي حد بيدور على سيرم عايز يكون بيدي لمعة حلوة لشعره، وفي نفس الوقت يكون حاجة ناتشرال، مش حاجة تكون بتضر شعرنا. انا طبعا بفك الكيرلي واحدة واحدة علشان طبعا ده يساعد في الفوليوم. دي كانت النتيجة النهائية زي ما انتم شايفين. بصوا الكيرلي ديفايند جامد جدا، وحقيقي شكل شعري جميل، عجبني، مبسوطة، مترطب. خليني اقول ان انا قعدت بيه وقت طويل وكمان كان جميل. شكرا بايوريم.